السلام عليكم. تعالوا النهارده نعمل كيكه اقتصاديه جدا وسهله جدا، كيكه الامهات، الكيكه القديمه اللي كنا واخدين عليها كلنا. بطريقه سهله جدا. طبعا عايزه اقول لكم قد ايه ناجحه، تحفه جدا جدا وناجحه جدا جدا. من اول مره مش هتحتاجي ان انت تعمليها كذا مره عشان تبقي شاطره فيها او تتدربي عليها او اي حاجه. هي من المره الاولى هتطلع معاكي ناجحه جدا من اول مره. مقاديرنا قليله ان شاء الله. ما فيش اي حاجه فيها. مش في البيت، كل حاجه موجوده عندنا الحمد لله، التفاصيل كلها في البيت. هنجربها النهارده، بس اهم حاجه طبعا هنشوفها من جوه عامله ازاي وقد ايه هشه وقطنيه ورهيبه جدا جدا. طبعا الكيكه دي اكتر حاجه بنستخدمها طبعا عندنا الصبح في الفطار. عايزه تغيري شويه من طريقه الفطار، فحلوه في البيت. وطبعا لما بتطلعيها بطريقه ناجحه بتبقي عايزه تعمليها باستمرار، وطبعا بتبقى حاجه اساسيه معاكي زي ما انتوا شايفين عامله ازاي. تحفه جدا، هشه وقطنيه جدا جدا. هفكها دلوقتي واقطعها واوريكم عامله ازاي. جميله جدا جدا. قد ما اقول لكم قد ايه جميله مش هقدر اوصف صراحه. من الكيكات المعتمده عندي في بيتي سنين طويله، ما بغيرهاش. بمقادير بسيطه تقدري تعمليها باللبن او بالبرتقان. انا النهارده هعملها بالبرتقان، تقدري تستبدليه ببدل كوبايه البرتقان كوبايه اللبن. وهنشوف التفاصيل دلوقتي، بس بقدر الامكان بوريكم من جوه. هي زي قطعه القطن بالظبط بدون اي مبالغه. وطبعا في صينيه بايركس او المونيا او اي حاجه هتطلعي النتيجه هي. وطبعا اساسا كنا بنعملها في الصواني الالومنيوم زمان. جميله جدا وتحفه جدا جدا. عايزه اقول لكم قاعده بطلع اكتر من قطعه، وطبعا زي ما انتم شايفينها من تحت عامله ازاي. جميله جدا جدا. يلا نشوف التفاصيل ونشوف مقاديرنا عامله ازاي. اول حاجه وقبل اي حاجه هجيب صينيه بايركس. هحط لها نقطه زيت كده، وهنعفرها بالدقيق ونركنها على جنب طبعا مبدئيا قبل ما نبدا في الكيك بتاعنا، عشان الكيك اكيد طبعا بنحتاج اول ما نخلصه ندخله الفرن مباشره. تمام. دهنيها بالزيت، ومنها طبعا هنحط معلقه دقيق او حاجه ونعفرها كويس وخلاص. تقدر تعملي نفس التكنيك في الصينيه الستانلس او الالومنيوم. طبعا الالومنيوم افضل بكتير. تمام. اللي ما عندوش يقدر يستخدم البايركس. لو عنده البايركس بتبقى نتيجتها حلوة جدا جدا. بس طبعا حركة مثلا زي اللي انا بعملها دلوقتي دي بتبقى فيها قلق شوية. لازم وانتي بتعمليها تكوني حذرة قوي لا تكسريها او حاجة. تمام. بس انا هخلصها، هنزل الدقيق الزياده اللي فيها وهركنها على جنب. انا مش عايزاها تاني بقى دلوقتي خالص. وهنبدا في التفاصيل بتاعتنا. معايا 3 بيضات، ومعايا كوبايتين وربع دقيق، وكوبايه برتقان، ورشه ملح، وكوبايه ونص سكر، من كوبايه لكوبايه ونص على حسب انت بتحبي كميه السكر قد ايه. ومعايا كوبايه زيت، ومعايا كيس بيكنج باودر، وكيس فانيليا، ومعايا من معلقه لمعلقتين خل كبيره. اقصى حاجه معاكي معلقتين. الخل هنا بيخليها لونها فاتحه معايا وهشه اكتر وجميله جدا. هنعملها في الخلاط بكل بساطه بدون تعقيدات، ولا هنحط في عجان، ولا هنعمل اي ولا مضرب ولا اي حاجه، عشان اللي ما عندوش. وطبعا كل الناس عندها خلاط، اللي ما عندوش اي حاجه تانية عنده الخلاط ده اكيد. تمام. هننزل السكر وعليه البيض وعليه البرتقان. البرتقان لسه متوفر مش لا، وموجود في الاسواق عادي جدا. وهنحط عليه الزيت و كيس الفانيليا. ولو في فانيليا سايله ممكن تحطيها، مفيش مشكله. بس انا في الكيك بحب الفانيليا السكر. لكن في حاجات تانية زي الاسبونش والكلام ده بحب الفانيليا السايله قوي. تمام. تحطي كل المقادير وعلى المضرب الخلاط بقى تضربيها كويس جدا جدا. تمام. وبعد كده هيتبقى معانا كوبايتين وربع. واكدوا قوي اللي لازم يبقوا كوبايتين وربع دقيق، ما ينفعش يبقوا كوبايتين ونص. لو طلعت مكبوسه منك او بقت وحشه من نص او حاجه هتبقى هيبقى زودنا الدقيق وهتبقى مشكله طبعا. فامشي على مقدار الدقيق بالذات، مش هينفع نلعب في الدقيق خالص. امشي على المقدار بتاع الدقيق بالظبط. هنحط بقى المواد الجافه اللي هو الدقيق والبيكنج باودر ورشه الملح مع بعض في جزء لوحده. ننزلهم في البولة وننزل عليهم الخليط اللي احنا عملناه دلوقتي بدون مبالغة. ناجحة جدا. تفاصيلها يعني هي ممكن مش بتكلف اكتر من 20 جنيه. ب20 جنيه تقدري تعمليها للفطار الصبح، جميلة جدا. يعني كوباية البرتقال مش هتاخد معاكي برتقانتين بالظبط. وربع كيلو دقيق.
يعني حوالي 5 جنيه 7 جنيه. يعني لو هتجيبي الكيلو ب20 أو 25 جنيه هتاخدي منه الكوبايتين وربع اللي هما أقل من ربع كيلو. تمام. وزي ما انتوا شايفين وثلاث بيضات، يعني الكلام كله مش هيكلفك اكتر من 20 جنيه. تقدري تعمليها بكل بساطة يوم جمعة الصبح بقى للفطار للولاد، طبعا كله خد الاجازة بقى وقاعدين فاضيين، فنعمل لهم الحاجات دي تعجبهم جدا. خلاص حطيت المواد الجافة وحطيت عليهم الخليط اللي احنا عملناه. عايزه اقول لكم هي كده ريحتها تحفة جدا، ما بالك بقى اما بتخش الفرن بتقلب ريحة البيت خالص. تمام. بس هنبشر بشر البرتقان اللي احنا عملناه. هنبشر بشرة بسيطة جدا، قد ايه ربع برتقانة كده، ربع قشرة برتقانة بس، تديني تست اعلى وتديني ريحة حلوة للكيكة، وبتعلي برضو الطعم معايا شوية. تمام. رشة الملح بتاعتي، ومش محتاجة ملح تاني، احنا بنحط الملح بس نظبط بيه التست وللسنة، مش اكتر من كده. تمام. هنحط رشة البرتقان. وعايزه اقول لكم البرتقال من السوق اهو فريش، ولا متلج ولا اي حاجه، ولا متخزن في الدرج ولا الكلام ده كله. البرتقال لسه متوفر في الاسواق بكل بساطه. تمام. يعني لو عايزه تقومي تعمليها هتلاقيه عندك تحت البيت، هتلاقيه عندك في الاسواق، في السوبر ماركت، هتلاقيه في كل حته. تمام. بس كده بشرت الجزء ده، مش عايزه اكتر من كده. وخلي بالك ما نروحش للقشره البيضه. هتقلبيه كويس بقى وعلى الصينيه البايركس اللي احنا عملناها. تمام. وتتاكدي للبوله ما فيهاش اي عجين من تحت طبعا، وبالسباتيولا كده هاتي من تحت لفوق عشان تتاكدي لو فيها اي حاجه. تمام. وهتدخليها الفرن على درجه حراره 180 في الرف اللي في النص لمده 25 دقيقه. هتسيبيها 25 دقيقه في الفرن، ما تفتحيش عليها خالص الباب، ولا تبص تتابعيها من خلال اللمضه بتاعه الفرن. تمام. بعد ال25 دقيقة هتطفي عليها وتسيبيها ال5 دقايق دول في الفرن عشان توصلي للنتيجة اللي هي تطلع ذهبي منك. يعني لو سبتيها نص ساعة هتطلع غامقة، هتطلع مظبوطة جدا ومستوية حلوة جدا، بس هتطلع وشها غامق والقعر بتاعها غامق، فاحنا مش عايزين كده، عايزينها ذهبية من فوق ومن تحت وحلوة كده. فهتسيبيها 25 دقيقة، وال25 بعد كده مش هترفعيها بقى وتخرجيها من الفرن، سيبيها على السخونية ال5 دقايق دول. تمام. وبعد كده تختبريها من النص وتخرجي بيها تبرد بره، وبعد نص ساعة ابدأي قطعيها. ما شاء الله في اقل من نص ساعة تطلعي احلى نتيجة للكيكة. جميلة جدا، كيكة اسفنجية جدا يا جماعة، وهشة جدا جدا. طبعا هنشوف طبعا النتيجة بعد ما نخرجها من الفرن عاملة ازاي. ودلوقتي هجيب الستيكس، عشان طبعا انا معايا الصينية بايركس، مش هقدر ان انا ادبها زي ما بندب في الصينية الالومنيوم او الكلام ده. تمام. هتمشي بيها خطوط كده رايح جاي، بس ما توديش الستيكس معاكي لاخر الصينيه طبعا عشان احنا مغلفينها. تمام. رايح جاي كده لحد ما تحسي ان انتي ما فيهاش اي فقاقيع او اي حاجه. وهتدخليها الفرن زي ما قلنا ل25 دقيقه. وخلي بالك لازم نبقى على الرف اللي في النص، مش هننزل تحت. تمام. لو عندك مروحة افتحيها. هندخلها نص ساعة بالحد الأقصى اللي هما 5 دقايق منها تبريد في قلب الفرن زي ما هو. وهنا بعد النص ساعة 25 دقيقة تسوية. وال5 دقايق أنا سبتها تبرد في الفرن. تمام. خرجتيها بالمنظر ده، تحفة جدا، ناجحة جدا جدا. الستيكس طالعة طبعا زي الفل زي ما انت شايفة. هتسيبيها نص ساعة تبرد، وبعد النص ساعة تبدأي تقطعي وتعملي بقى كوباية شاي حلوة. وألف هنا وشفا للي يجرب. تمام كده خلاص. هسيب لكم المقادير بتاعتها كلها في صندوق الوصف دايما زي ما معوداكم. لو في اي حاجه ترجعوا لها ان شاء الله. المقادير سهله والطريقه سهله جدا. لو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب للقناه. سلام عليكم.